السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشوني جدا جدا من اخر فيديو. صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. النهارده عندنا حاجات كتيره جدا عايزه نعملها واخلصها، فقلت اخدكم معايا كده في اليوم وننجز مع بعض. اول حاجه لازم ابدا بالقهوه علشان ايه؟ افوق كده، والحاجه الوحيده اللي بتصحصحني وبتديني طاقه ابدا بيها اليوم. قولوا لي في التعليقات انتوا بتحبوا تبتدوا يومكم بايه؟ شاي ولا قهوه ولا مشروبات تانية؟ دلوقتي هنبتدي بقى، بنصلي على النبي ونوحد الله. بحضر اللبن، وعلى جنب كنت حطيت القهوه. واليومين دول كل الأمهات حالها حال واحد، كلنا بنفكر في ان العيال عندها مذاكرة واحنا محتاجين نتابعهم، وعندنا تنظيفات لرمضان وعايزين نخزن ونفرز الحاجات في الفريزر تهون علينا عشان رمضان السنة دي ان شاء الله. يعني كل سنة وانتم طيبين هيجي في المدارس، فتبقى في نزول وطلوع وفي كركبة كده. ودلوقتي بعد ما عملت القهوة بوريكم نبذة عن الحاجات اللي محتاجة اعملها. بصراحة في الأيام دي الواحد بيصحى يلاقي البيت مقلوب، ويحس انه مش قادر يبدأ ولا يعمل أي حاجة، مش عارفة أبدأ منين. بس دايما اقول لنفسي خطوه خطوه، ولو حتى الحاجه بسيطه المهم ابدا، لان الواحد محتاج يقعد يعني يهونها على نفسه. يعني ساعات بتحس انك قاعده عايزه تقعدي تنحي، مش عايزه تعملي حاجه خالص. انا بتجيني الاحساس ده كتير مؤخرا، بيكون محبط. بس لا، بنبدا ونقول الحمد لله. فلو انت شايفه ان عندك حاجات كتيره متراكمه، يعني متكركبه ومتكومه عليكي، قومي دلوقتي حتى لو بخطوه صغيره. روقي اي حاجه، روقي ركن صغنن، كنت اقول كورنر. اي ركن صغنن في البيت ابدأي بيه. رتبي الكنب، خدي دي في سكتك دي في سكتك، وهتلاقي نفسك دخلتي على على الحاجات اللي ايه، الاكبر في الاكبر. وهتلاقي نفسك دخلتي في المود وبتكملي تلقائي كده ولوحدك. بعد كده دخلت انا على الصاله بعد ما شربنا القهوه وخلصنا، ووريتكم نبذه عن الحاجات المتكركبه. لملمنا الدنيا، وبناتي ساعدوني، ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب. كانوا بيساعدوني. واحده كانت ماسكه المكنسه، والتانيه بتلم في السجاده. طبعا هي بتلم بس مش هتعرف تشيلها طبعا. كنا عندي شويه تصليحات في الكنب. النهارده جالي صنايعي علشان يظبط الكنبه، واكيد كلنا عندنا الحته اللي مش عارفين نظبطها في البيت. المشكله ان مش دايما الواحد بيلاقي حد شاطر وامين، فدايما لما اجيب صنايعي لازم اسال عنه كويس واشوف حد جربه كده ولا لا، قبل كده ولا لا. لان للاسف في ناس مش بتشتغل بضمير. ولو عندك تجربه مع صنايعي سواء كانت حلوه او وحشه، قولي للناس لما تسالك بصدق وبامانه. وكمان قولوا لي في التعليقات ايه اغرب موقف حصل لك مع الصنايعي. انا الصنايعي ده ضحك عليا ويزود عليا المصنعيه، بس المشكله ان هو حلف يمين بالله. فانا سبت الموضوع اللي رفع السما من غير عمود، وربنا يتولاه. كفايه بس ان هو حلف بالله ان الموضوع كان دي التكلفه بتاعته. بس هو الحمد لله على كل حال. بعد ما هو مشي، دخلت على المطبخ بسرعه علشان المطبخ كان منهار. انا عارفه ان غسيل المواعين من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا، بس جربت حاجه كده خلتني احبها شويه، واني افضل مشغله حاجه جنبي بحبها وانا بغسل، سواء قران او بودكاست او حتى لو مسلسل خفيف كده. كمان الفكره انك تغسلي المواعين اول باول بعد كل طبخه بتريحك جدا. ولو كلت دلوقتي في طبق اغسليه بدل ما تتراكم عليك الحاجه وتبقى زي الكابوس. قولي انتي بتحبوا تغسلوا المواعين على طول، ولا بتحبوا تكوموها؟ يعني اللي هو هتخش اغسلي مره واحده بس في اليوم. وكمان بتحبوا تسمعوا ايه جنبها، جنب المواعين يعني؟ انا بحب اسمع فيديوهات في حاجات كتير، روتينات، في بودكاست، في حاجات في التربيه، حاجات كتير. فصلي على النبي واحد الله كده، والموضوع بيتاخد ببساطه. مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه مكركبه، لان كل حاجه احنا اللي بنهونها على نفسنا. مفيش حد هيجي يهون عليكي حاجه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. وحيد الله كده وروقي، لان محدش هيجي يقولك اعصابك يا حبيبتي باظت. اللي هيعلق عليكي بس، لا صوتك بقى عالي، لا بقيتي عصبيه زياده، ما بقيتيش متستحملي كلمه لحد، احنا مش هنعرف نتعامل معاكي بعد كده. تمام. شغلي حاجه جنبك، لان المواعين مش بتخلص بسهوله. بتبقى ساعات كده تبقى كومه من المواعين، مش عارفين اتعملت امتى. بس نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لان قادرين نعمل وقادرين نقوم ونغسل المواعين ونصلي ونصوم والحاجات دي كلها الحمد لله دايما وابدا. فربنا يكرمنا ويجازينا كل خير، ويعيننا على توجيه وتربية ولادنا، ويرضينا فيهم بحق لا إله إلا الله. فما تيأسيش، وحتى لو انت وقعتي فكري نفسك دائما وابدا ان كل حاجة هتخلص، وكل شيء يعني انت شايله همه هيروح. والله هترجعي تقولي هي الايام دي عدت ازاي بسرعه، ازاي انا مخدتش بالي من اللحظات دي. عشان احنا لهينا نفسنا في ان احنا مكتئبين وزعلانين ومخنوقين علشان الضغوط اللي احنا فيها، الغلا والعيال والجيل ده مختلف
تماما تماما في كل حاجة. لا العيال هي العيال ولا احنا هما الاهالي بتاعت زمان. يمكن هما طبقوا علينا بزيادة لدرجة ان احنا مش عارفين لا نبقى زيهم ولا نبقى زي ولادنا. فربنا يجازينا خير على محاولتنا في الصمود والإصرار ان احنا نربيهم تربية كويسة، تربية إيجابية، وينجينا من الحاجات الوحشة اللي بنشوفها اليومين دول. الواحد بيفتح التليفون يلاقي كوابيس، يلاقي مرار طافح، يفتح التليفون يلاقي حزن مغلي، يعني حاجات كتير والله. بس التلفزيون أهون بكتير عن التليفون على فكرة. والله ده كمان ساعات ببقى ماشية في الشارع ويا نهار أبيض، طب أسد ودانهم ولا أعمي عينيهم ولا ما امشيش في الشارع طب أصلا. فالموضوع صعب جدا جدا جدا، فربنا يعيننا ويقوينا على اللي احنا فيه. والله العظيم الموضوع محتاج فعلا حد يكون عنده طولة بال وصبر صبر. انا كان عندي صبر وطولة بال بس مش عارفة راحوا فين. اللي يعرف يجيب شوية يجيب لي معاهم. صلي على بوحد الله وحلي وقفتك كده بذكر الله وبيخلي الموضوع بسيط وخليها زي ما تيجي. انت قادرة في حياتك تعدلي اي حاجة وكل حاجة، تعدلي وقت ومجهود، تظبطي وتنظمي حسب ما يحلالك. الموضوع مش كتاب او مش دستور او مش قانون مش هنعرف نغير في حاجة. لا، انتي قادرة تعملي كل حاجة في حياتك حسب ما انتي ترتاحي. بس الكسل مش هو اللي هيكون بالنسبة لك الراحة. لان انت طول ما انتي يعني انا بكون كسلانة وانا قاعدة على الكنبة، انا مش عايزة اقوم، بس انا مخنوقة ان انا مش قادرة اقوم. انا كنت في الوقت ده بقوم وكنت شربت القهوة او شربت الحاجة السخنة اللي هشربها وطبقت غسيل، نشرت غسيل، عملت الحاجة الفلانية، سويت الحاجة العلانية كده يعني. فانجزي، لان مفيش وقت، الوقت بيعدي بسرعة. والمفروض ان ايام الشتاء النهار الشتاء قصير. هتقولوا لي مفيش شتاء دلوقتي بس اليوم قصير. اي نعم ابتدى يطول سنة كمان بس. طب ما احنا كده الوقت بيضيع مننا ونيجي بالليل عايزين نعمل حاجات، طب ما احنا عايزين ننام. الشتاء جاي بالنوم، كسل يعني نوم، يعني طول الوقت عايزة تفضلي متغطية وماسكة حاجة سخنة في ايدك او بتاكلي او بتشربي ومتتحركيش تاني. يعني لا، الموضوع ابسط من كده. بعد ما خلصت المواعين، وطبعا المواعين ما بتخلصش بسهولة، فالحمد لله استعنت بصديق وربنا يقواني وعديها على خير. الصديق كانت اختي، كانت قاعدة تتكلم معايا شوية والحمد لله الموضوع عدى على خير. ودخلنا بعد كده على الريسبشن. طبعا النجار كان كسر خشب وحاجات كده، فظبطنا الدنيا وقعدنا نلم مكان ما هو عامل. وبعد ما كنست، انا شخصيا بحب ان البيت ريحته حلوة ويكون نظيف، مش بس عشان الشكل، لا كمان عشان بيأثر على نفسيتي. لما البيت يكون مترتب ونظيف بحس ان انا هادية ومسترخية اكتر بتحسي كده ان انتي لا مرتاحة. بتحسوا كده ولا لا؟ دايما بقول حتى لو البيت مش 100% مترتب، اهم حاجة يكون نظيف. الاماكن الاساسية زي الصالة والمطبخ، لان اكتر من المكان ده بيتشاف عيني دايما عليه. فلا بكون متوترة كده ومتضايقة ومخنوقة من الكركبة اللي انا شايفاها. فلا خليكي دايما مرتبة او عاملة الحاجات زي ما انت تحبي تشوفيها. انت تستاهلي، مش عشان جايلك ضيف تستاهلي تقعدي في مكان نظيف، تستاهلي تقعدي في مكان حلو ريحته حلوة. مش بس نحط البخور والمعطر ونمسح بالحاجات اللي هي ريحتها حلوة عشان جاي لنا حد، لا. اي نعم اي بيت فيه اطفال ما بيكونش مترتب 100%، بس البيت بيكون نظيف 100%. تمام. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما تروقي ترويقة عميقة كل اسبوع بتحاولي تحافظي عليها. باقي الاسبوع يعني عملتها الخميس بتحاولي تحافظي عليها لحد الاربع اللي جاي. بتحافظي عليها ازاي؟ اللي هو ما تتبهدلش قوي عشان انت اللي بتتمرمطي فيها قوي. يعني حافظي كل يوم لملمي كده على الماشي. كنوسي الحته دي لو فيها رده، فيها تراب، فيها اي حاجه، مكان اكل العيال، مكان الحاجات دي. والحاجات دي هتظبط معاكي وهتفرق معاكي كتير. صلي على نبي وحد الله. هنا بعد ما كنت مسحت جبت كمان الكفر وفرشته. الكفر ده بيداري الحته السيراميك اللي تحت الكنبه، فبيحسسني بالدفى. طول ما السيراميك باين بيحسسني ان السيراميك ده مطلع تلج. قولولي بتفرق معاكم الحاجات دي ولا لا؟ انا خدت فتره لا مش بالنسبه لي الفرش الكتير ده حاجه حلوه، بس لا الموضوع كان بيفرق لما بقي معايا اطفال وشايفه ان
ابني بيدور على الحته الساقعه ويروح يقعد فيها، تحسيه بيعاندني بالذات وهو تعبان. الله يهديه ويصلح حاله. صلوا على النبي وحدوا الله. ولو ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتشجعوني باللايك والاشتراك علشان الموضوع بيفرق معايا جدا. وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات، لكم الاجر باذن الله من كل حد بيقرا الكومنتات بتاعتكم وبيذكر، انتوا تكونوا سبب في ان هو وهو ناسي كان ده وقت الذكر بسبب الكومنتات بتاعتكم. دخلت على المطبخ هنا، صورت بالتليفون القديم علشان التليفون التاني كان في الشاحن، عشان طبعا كان طول اليوم رايح جاي معايا، فمكانش احسن حاجه، كان فصل يعني، فمعلش الكاميرا ما كانتش كويسه جدا. فصلى على النبي كده وحده الله. كان عندي كبد وقوانص، طلعتها من الفريزر، غسلتها كويس وسلقتها. بسلقها ازاي؟ بسلقها في ميه وورق لوري وحبهان وقرنفل وجنزبيل وليمون وملح، وكمان بحط حته بصله وحته جزره وقرن فلفل، وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. خليها يغلي لحد ما القوانص تستوي تماما. تحط الاتنين زي مع بعض والاتنين مش نفس السوا، لا انا بحطهم مع بعض صراحه. وبعد كده طلعتهم وقطعتهم زي ما انتوا شفتوا، وطلعت من الفريزر بصل وتوم، الحاجات المنجزه. يا لهوي، ده انا والله العظيم عايزه اعمل تاني عشان قربت اخلص، بس مش عارفه، لان زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات صالح كان اغلبه تعبان، كان بيزن وكان ما كانش راضي بحد غيري، فكان طول الوقت عايزني شايلاه. ما اتمكنتش ان انا يا دوبك بدخل اعمل الاكل بسرعه واطلع. ومن الحاجات اللي مضايقاني برضو ان انا في حاجات فرستها استخدمتها، وفي حاجات ما فرستهاش اصلا السنه دي. يعني السنه دي انا ما فرستش لا كرومب ولا قرنبيط ولا، والصلصه اللي استخدمتها اللي خزنته بستخدم فيه حاليا، والبصل خلصته، والثوم قربت اخلصه، فمحتاجه اجيب تاني، محتاجه افرز بصل وثوم وكرومب وقرنبيط وحاجات كتيره. بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعيننا ويقوينا وينجينا، هو نقدر نعمل كل حاجه احنا عايزينها، ويديمها لنا صحه ويبارك لنا في وقتنا وفي مجهودنا وحاجات كتير. زي ما انت شفتي انا كنت هنا بعمل الخطوات مش معقده، عملتها انا كنت بعمل الكبده معامله الكبده البلدي. آه، بعد ما قطعتها شوحت البصلايه، وبعد كده نزلت بالكبده والثوم، بعد كده نزلت بالحاجات البهارات، عفوا نزلت بالبهارات، وبعد كده ملحت الموضوع. وهتنزلي بالخضر اللي تحبيه، وحطيت شويه دبس رمان، حطيت بهارات الكبده الاسكندراني، الكبده البلدي، براحتك بقى. بس حرفيا كل اللي دقها ما قالش ان دي كبده فراخ، لان ولادي ما بياكلوش القوانص كتير، فانا حطيت لهم كبده بس. فبنتي الكبيره ما شاء الله الله اكبر حبتها، بتقول لي لا طعمها حلو، طعمها جميل، حلو قوي، عملتيها ازاي؟ قلت لها اوريها لك المره الجايه عملتها ازاي. باباهم الحمد لله يعني عجبته، وقال لي لا طعمها مختلف كده، احلى من طرق تانية كتير كنا بنعملها. اصلا كل مره بجرب طريقه عشان اوصل لدرجه ان هي ما تبانش ان هي الكبده اللي هي الناس بتقول لك لا نفسي بتجز منها بتجزع مش عارف ايه، لا. وكمان حطيت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى على النبي كتير وحده الله. كنت مقطعه طماطمايه وقطع قرن فلفل، حطيتهم. بالنسبه لك بقى انت دي حريه شخصيه، لو عايزه تحطي فلفل حراق، عايزه تحطي فلفل بارد، براحتك، ماشي، يرجع لك الموضوع اذواق. وهنا كان الموضوع قرب يخلص، كنت تعبانه قوي 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 قوي، فكنت ما كنتش مستنيه والله ان انا اخلص واحط الاكل. حتى يعني في العاده ان انا لساني بيعلق كتير. في العاده انا لما بكون بعمل اكله شبه كده، يا اما بنحضر فينو يا اما بنحضر شويه سلطه بلدي وشويه طحينه وحاجات كده، لا انا عملت شويه الرز، انا مش فاكره والله، ما عملتش حتى سلطه، ما كانش عندي خضار يعمل سلطه، كان عندي بس قرن فلفل وخيار، فحطيتهم كده جنب الاكل، وغرفت الرز وحطيت الكبده بالطاسه. ما غرفتهاش، عارفه لو انت تعبانه وفاصله شاحن، انا كده فاصله شاحن ومحتاجه اكل عشان احط دماغي كده، مش محدش يسالني انت فين. وحطيت معلقه هريسه كمان، معلقه الهريسه بتودي الاكل في حته تانية. صلى على النبي وحد الله. الموضوع هنا كان كده الحمد لله. اليوم كان طويل بس انجزت حاجات كتير، ولسه طبعا بكره يوم جديد وحاجات جديده. المهم اننا ناخد الامور بهدوء وما نحملش نفسنا فوق طاقتنا. لو حابين تشاركوني يومكم او افكاركم اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تشجعوني اشارككم اكتر واكتر، وتشوفوني في فيديوهات جايه كتير جدا. وصلوا على النبي كتير وحدوا الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم.
وينجيكم. ايوه صح، نسيت اقول لكم ان انا كنت كمان شويه شويه بطاطس جنبها. كده يكون الفيديو خلص، اشوفكم على خير، سلام.